لو لسه عندك شغف بالبرامج المسيحيه يبقى الفيديو ده بتاعك، خليك معايا وما تروحش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتكم مساحة أونلاين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تريكتين مهمين جدا في برنامج السيفل 3D، وإن شاء الله الفيديو ده هيكون تكملة للفيديو اللي فات، فلو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات هتلاقيه في الأي اللي فوق أو موجود في الديسكريبشن، تقدر تتفرج عليه وتكمل الفيديو لآخره، وإن شاء الله تخرج بمعلومات مفيدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وزي ما شفنا في الفيديو اللي فات لما بيفتح معانا برنامج السيفل 3D بيكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وفي الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن موضوع البوينت، ازاي اطلع بوينت ببرنامج السيفل 3D. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن تريكتين مهمين جدا، فركز معايا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان احنا لما يكون الشكل بتاعنا البينو 3D بالشكل ده ما بتظهرش عندنا الداتا. هنشوف مع بعض ازاي نظهر الداتا، دي اول تريكه هنتكلم فيها. هتخش عندك على البوينت جروب، كليك يمين على اول بوينت بروبرتس، هيفتح لك الصفحه دي. هتروح داخل على البوينت ستايل من هنا كده، وهتلاقي عندك حاجه اسمها ديسبلاي. ديسبلاي عندك فيها اختيارين اللي هم في السهم اللي فوق ده كده. في عندك اللي هو البلان ده 2 دي، عندك ظاهرين ان البوينت عندك تظهر لك اللي هو الماركر والليبل مفتوحين اهم، دول تقدر من خلالهم ان هم ايه ما دام مقفولين كده مش هيظهر لك داتا، لكن لو مفتوحين بالشكل ده منورين يبقى الشكل هيظهر لك. ده بالنسبه للبلان. بالنسبه للموديل على الشكل 3 دي هنفتح، احنا طبعا هم مقفولين فهنفتح الاثنين دول ونقول له ابلاي. اوكي، بص كده عندك الشكل مش ظاهر فيه حاجه. لما ادوس له ابلاي دلوقتي كل البوينت عندي ظهرت لي. اوكي كده البوينت عندي ظهرت. ولو حبيت ان انا اعمل كرييت لاي بوينت عندي بنفس الطريقه برضه هقف على اي مكان واقول له البوينت بتاعتي هيظهر لي البوينت. شفنا التركيه الاولى عامله ازاي، وان شاء الله هنشوف تركيه ثانيه. ركزوا معايا دلوقتي. انا عندي البوينت بتاعتي الجزئيه اللي انا شغال عليها دلوقتي، انا عايز اطلع على الجزء ده. الجزء ده عباره عن خرسانه عاديه. اقدر اخش بس كده الاول اعمل تغيير للشكل بتاعي علشان يظهر لك بس عامل ازاي. ده الشكل اللي انا محتاج ان انا اطلع عليه البوينت بتاعتي. فانا هعمل ايه الاول؟ بس اقلبه لل2 دي هنا، وادخل على كرييت بوينت وافتح الكرييت، وزي ما قلنا بنخش على مانيوال ابدا اشتغل. ولكن في حاجه مهمه بس نتكلم فيها الاول. اول شيء عندي في شغل اللاير هنا، احنا كنا قلنا بنسيب اللاير زي ما هو، ولكن انا عندي دلوقتي ان اللايرات اللي متاحه عندي، انا عندي هنا لايرات قليله، من ضمنهم في عندي لاير اسمه بوينتس. فانا عايز اخلي ان الشغل بتاعي كله الداتا اللي طالعه لي بعد كده تبقى موجوده على اللاير بتاع البوينتس، فبختار من هنا واقول له اوكي. يبقى انا كده بالنسبه لي خليت ان الداتا اللي طالعه لي على لاير اقدر من خلاله ان انا اخفيه، اعدل فيه، اعمل اللي انا عايزه. يبقى انا اخترت اللاير بتاعي. بعد كده اخش على البوينتس كريشن، مش هعدل في اي حاجه في الثلاثه دول، هخش على الثلاثه دول مهمين جدا ركزوا معايا فيهم. الله اكبر الله اكبر. نصلي ان شاء الله ونكمل معاكم الفيديو. ورجعنا لكم تاني بعد الصلاه ونكمل ان شاء الله الشرح بتاعنا. خليكم معايا. زي ما قلنا الجزئيه دي مهمه جدا اللي هنتكلم فيها، هي خاصه بالبوينتس كريشن. دلوقتي احنا عندنا الجزئيه المهمه جدا اللي هي بتاعه الاليفيجن. هنا في عندي 3 اختيارات. الاختيار الاولاني هو بتاع الاوتوماتيك. الاوتوماتيك ده استخدمه امتى؟ لما اكون انا عايز اخلي الرفع بتاعي يبقى على منسوب ثابت. يعني جيت انا هنا على الديفولت اليفيجن وجيت قلت له عايزك ترفع لي على منسوب واحد اللي هو ايه؟ جيت اخترت من هنا قلت له والله انا عايز على الخرسانه المسلحه بتاعتي دي عايزك تديني نفس المنسوب ده لكل النقط. يعني اي بوينت هوقعها في اي مكان تديني نفس المنسوب ده، ما تدينيش منسوب تاني غيره. واروح داخل على النيم هنا اخليه نون، والديسكريبشن نفس الكلام نون، واروح داخل على المانيوال اقول له اوكي، واروح داخل عندي قالب الشكل 2 دي علشان بس تاخد بالك من الشغلانه دي. انا شغال 2 دي اهو. هبدا ان انا من هنا كده اختار في اي مكان. ركز معايا، بص اي مكان هختاره فيه نقط اهي. شوف ادي عملنا 3 نقط اهو. لو قلبت الشكل بتاعي ال 3 دي البوينت بتاعتي كلها اللي انا اخترتها خرجنا اهو، هتديك نفس المنسوب. او ادي الجزئيه دي بس كام؟ 194. لو جبنا اي دي انتر وجينا سلكنا هنا المنسوب اللي احنا قلنا اللي هو 49 61 9 نفس الكلام. فيبقى احنا عندنا كده الجزئيه اللي هي في الاليفيجن عندي في الاوتوماتيك اللي احنا قلناها دي. تاني حاجه اللي هي المانيوال. المانيوال يعني لو انا شغال وحابب ان انا اختار مكان البوينت واقول له اديني منسوب النقطه دي، هروح انا داخل طبعا هلغي ده، هخليه زيرو خالص، انا مش محتاجينه كده تمام، وده مانيوال. واروح داخل هنا تاني واقول له اوتوماتيك. ده بقى لازم اشتغل عليه وهو 3 دي علشان خاطر البوينت مكان ما اختار البوينت هيديني منسوب. هاجي هنا كده واقول له انا عايزك تديني نقطه هنا واقول له انتر
منسوبي مطرح ما اخترت. نفس الكلام هنا اهو، انتر ده المنسوب، ايوه ده المنسوب. هنا نفس الكلام، هنا طب انا عايز تحت هنا كده اهو. طب هنا او مطرح ما انا بحدد بيديني المنسوب، يظهر لي منسوب اللي هو ده المنسوب اللي انت عايزه، اقول له ايوه ده المنسوب، وراح قايل له ايه تمام، يحدد لي النقطه. طيب الاختيار الثالث بالنسبه لي انا الجزء اللي هو نون ده، لو انا هشتغل اعمل اي بوينت في اي مكان هيديني منسوبها 0. يعني انا عايز هنا اقول له انتر، بص هيديني منسوب فين؟ تحت في الزيرو. طيب جيت هنا كده حددت واحده ثانيه اهو، هنا كده فوق انتر اداني تحت في الزيرو. فيبقى عندي الثلاثه اللي موجودين عندي يا اوتوماتيك واحدد له المنسوب اللي هو عايزه، وبرده لو انا اخترت النون هنا ده ممكن احدد له برده المنسوب، يعني ممكن اكتب نفس المنسوب، فالاثنين مقاربين لبعض، ولكن بيبقى الاغلبيه في اختيارك للنون هنا بيبقى الزيرو. طيب ده كده بالنسبه، احنا هنخليه طبعا مانيوال، ونروح داخلين على الحاجه الثانيه اللي هي الديسكريبشن. طيب الديسكريبشن انا هحتاجه في ايه الجزء المهم اللي انا هحتاجها فيها؟ انا هخليه اوتوماتيك، واجي هنا في الديفولت ديسكريبشن هقول له انا عايز اخلي مثلا الديسكريبشن بتاعي اسمه ايه كابيتال. تمام كده احنا اخترنا خلاص الاي كابيتال، واجي اقول له انا عايز مانيوال. انا ولنفرض عندي ان انا عندي كل جزئيه من الجزئيات دي موجوده عندي في مكان معين، فانا بديها كود علشان خاطر ابقى عارف ان الكود ده بتاع المنطقه دي. فاروح انا داخل مثلا على الجزئيه دي واقول له والله انا عايز بوينت هنا، انتر يبدا يظهر لي البوينت. طب هو البوينت اللي ظاهره لي هنا اهو ظاهره لي برقم مش بكود، فانا هروح موقف الكلام ده كده، الغي دي خالص، وادخل من هنا كده كليك يمين بوبرتس، اروح داخل هنا اقول له والله انا عايزك تظهر لي الديسكريبشن، وانا معدل الديسكريبشن في الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، انا معدلها عشان تظهر لك كده. لكن طبعا بتظهر لك بالشكل الاولاني خالص اللي هو كان ظاهر في الفيديو اللي فات، وانت بعد كده بتعدل بنفس الطريقه. تمام؟ فانا هقول له والله انا عايزك تعمل لي البوينت بتاعتي، ونفس الكلام اللاير، احنا قلنا اللاير بتاعنا هيبقى في البوينتس، وفي عندي جزء اللي هنا مانيوال وهنا اوتوماتيك، وسميت ايه وخلاص. انا هبدا اختار، فانا اللي بختاره هنا بسميه بالكود بتاعي اهو، ايه كل جزئيه هنا بسميها بنفس الكود. اخش على الجزئيه اللي بعديها، فانا هروح مغير من ايه مثلا اسميه ايه، وارجع نفس الكلام اشتغل عليه. يبقى انا عندي كل جزئيه بشتغل فيها بديها كود معين، بحيث ان انا الكود اللي انا بشتغل عليه ده ابقى انا عارف ان كل منطقه ليها كود معين. ادي التوب بتاعي، عدلت الشكل، اجي ابص هنا كده، هنا الايهات، هنا الايهات، لو عايز اعمل اي حاجه ثانيه في اي مكان اعملها. طيب هل ممكن ان انا اشتغل في الديسكريبشن عندي بدل ما هو اوتوماتيك اخليه مانيوال؟ ينفع اخليه مانيوال والغي دي خالص، مش محتاجه في حاجه، واقول له والله انا عايز ان انا احدد ان النقط دي وانا شغال عليها مثلا لما نفرض في ال3 دي هطلع عدد نقط محدود. فانا هقول له والله انا عايزك تعمل لي هنا ده كده في الداون، والديسكريبشن بتاعي مدوني اقول له ايه؟ اقول له مثلا سميه دي يعني داون، وانتر، والمنسوب بتاعك هو ده، اروح قايل له فيظهر لي البوينت بالدي. طبعا هاخد نقطه ثانيه في الدي داون اهو، انتر دي انتر، والمنسوب انتر. طيب انا هشتغل هنا مثلا في الطب، النقطه اللي فوق دي فانا هخليها في الطب، فاروح انا مختار هنا واقول له مثلا تي انتر. يبقى انا عندي ممكن وانا شغال يا اما اشتغل مانيوال يا اما اشتغل اوتوماتيك. لو هشتغل اوتوماتيك يبقى انا الكود اللي هسميه تحت في اللي هو الديسكريبشن، في الديفولت ديسكريبشن هيبقى هو ده اللي ثابت عندي. لكن لو اشتغلت مانيوال ممكن ان انا احدد النقط اللي انا محتاجها وانزل الاكواد بالطريقه اللي تريحني، علشان خاطر لما انزل الداتا على فايل اقدر من خلاله ان انا اجمعهم كلهم في مكان واحد، او يا اما لو انا حابب ان انا اطبع بلان معين لحد شغال في السايت يبقى انا عارف ان الايهات موجوده فين، البيهات موجوده فين، السيهات موجوده فين، يقدر يشتغل من خلاله بمنتهى البساطه. بس يا سيدي، وهو ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش دعمك لينا بلايك سبسكرايب، وانك تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الشير والدل على الخير كفاعله. لو عندك اي تعليق سيبه في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليك، ولو عندك اي استفسار سيبه لنا برضه هنرد عليك، او تقدر تتابعنا من خلال الواتساب وهيظهر لك الرقم تقدر تتابعنا في اي وقت. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتتابعنا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.